مساء الفل. من أواخر التسعينات وأوائل الألفينات ظهر جيل جديد من الشباب قدر يسحب البساط من تحت أقدام الممثلين الكبار ويتصدر شباك التذاكر. البداية كانت مع إسماعيلية رايح جاي، مرورا بصعيدي في الجامعة الأمريكية، لحد ما بنوصل لسنة 2000 واللي بينزل فيها فيلم هيكون علامة في تاريخ السينما، فيلم الناظر. واحد من أكتر الأفلام اللي عايشة معانا لحد دلوقتي، واللي ليه طابع كوميدي مميز خلاه علامة فارقة في تاريخ الكوميديا المعاصرة. بس ليه فيلم الناظر مش مجرد فيلم كوميدي فيه شوية مواقف وإفيهات بنرددها وخلاص؟ وإيه اللي خلانا نتعلق بيه وبأبطاله وكل ما يجي قدامنا لازم نتفرج عليه ونضحك؟ كل ده وأكتر هنعرفه النهاردة مع بعض. بس طبعا ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتدوس على زر الجرس وفنجان قهوتك الرايق وحصلني. سنة 98 بيقدم المخرج شريف عرفة والسيناريست أحمد عبد الله فيلم عبود على الحدود، واللي بيكون أول بطولة مطلقة للنجم الراحل علاء ولي الدين. الفيلم بيحقق نجاح كبير في الأوساط الشبابية، وبيجي في المركز الثاني في البوكس أوفيس المصري بعد فيلم همام في أمستردام. وبيكون الفيلم انطلاقة قوية لعلاء ولي الدين كبطل مطلق، علشان التجربة دي تشجع نفس الكاست إنه يقدم تجربة تانية في السنة اللي بعدها على طول، وبيقدموا لك فيلم الناظر. الفيلم من بطولة علاء ولي الدين، حسن حسني، هشام سليم، أحمد حلمي، محمد سعد، وغيرهم كتير. الفيلم بيحكي عن صلاح، الابن الفاشل لناظر مدرسة عاشور التاريخية، واللي فجأة بيموت والده الناظر وبيلاقي نفسه متحمل مسؤولية المدرسة. وبيمر صلاح بمجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية في رحلته للنظارة. لو بصينا على الفيلم بنظرة سطحية ممكن نعتبره مجرد فيلم لايت كوميدي لطيف، لكن فيلم الناظر على قد بساطته لكنه فيلم عميق جدا في رسالته وفكرته، وبيناقش قضية مهمة جدا في بناء المجتمع ومحدش كان بيتكلم عنها كتير، وهي قضية التعليم. الفيلم نجح إنه يعرض لك مشاكل التعليم في قالب كوميدي ساخر، لدرجة إن الحبكة في الأصل معتمدة على بطل الفيلم اللي هو أساسا فاشل في التعليم. تخيل كده تعمل فيلم بتناقش فيه أهمية التعليم وبطل الفيلم يبقى ساقط ثانوية عامة. دي في حد ذاتها إسقاط قوي جدا من صناع الفيلم على حتمية إصلاح المنظومة من جذرها. لو ركزت في الفيلم كويس هتلاقي شخصياته بتمثل جميع الفئات اللي موجودة في المنظومة التعليمية، واللي بالتبعية هيبقوا أفراد وقادة المجتمع في المستقبل. الفيلم بيقسم الأبطال لشريحتين، شريحة الطلبة وشريحة المدرسين والمسؤولين. ونبدأ بشريحة الطلبة، وأول مثال معانا هو صلاح، اللي بيمثل الطالب الفاشل الكسول اللي بيهرب من المسؤولية. وبيظهر صلاح طول الأحداث كشخصية اتكالية بتعتمد على الآخرين، مش بيعرف يعمل أي حاجة لوحده، للدرجة اللي تخليه لازق في عاطف ليل نهار، واللي هو زيه برضه مش عارف أي حاجة في أي حاجة. وعشان كده لما مات أبوه أصبح تايه ومتلخبط. والعبقرية هنا إن السيناريو يركز على تشتت صلاح وبنى عليه الحبكة، وحاول يوضح لك طول الأحداث إن إهمال صلاح لواجباته وتهربه من تحمل المسؤولية مرتبط بشكل أساسي بسقوطه في الثانوية، وإن ده السبب الرئيسي في كل مشاكل صلاح. ده حتى الانحراف نفسه صلاح فشل فيه. وهنا الفيلم مش بيربط الانحراف بالتعليم بس، بيوصل لك إن الشخص الفاشل فاشل في كل حاجة حتى في الانحراف. علشان نرجع تاني لنفس النقطة، وهي أهمية التعليم في حياة الفرد، وإزاي نجاحه في التعليم بينعكس على حياته وتكوينه وشخصيته. المثل التاني اللي معانا هو الليمبي، وده اللي بيمثل الطالب الجاهل العنيف اللي كنت دايما بتلاقيه قاعد في آخر تختة في الفصل وبيبلطج على زمايله وياخد منهم السندوتشات، واللي غالبا مش بيكمل تعليمه. وهنا طبعا مش بنقول إن كل اللي بيسيبوا التعليم بيطلعوا بلطجية، لكن هنا صناع العمل بيدولك مجرد مثال، وإزاي إن العلم بيساعد في تقويم وتهذيب النفس وبيجعلها سوية، إنما الجهل بنسبة كبيرة ممكن يؤدي لسكك مش حلوة. وكان أول ذكر لشخصية الليمبي في الفيلم إنه اترفد من المدرسة علشان ضرب مدرس وعمل له عاهة مستديمة، وده برضه بيبين لك إن غالبا الجهل والعنف مرتبطين ببعض. لكن أنت ممكن ما تحسش بكل ده، لأن محمد سعد جسد الدور ببراعة، وبصراحة عمل حالة مختلفة في الفيلم، وكان ظهور أسطوري لشخصية الليمبي اللي هتتحول لشخصية مستقلة تشيل أفلام فيما بعد. المثال التالت اللي معانا هو عاطف، وده الطالب اللي على الله اللي ما تعرفلوش توجه، هل هو شاطر ولا خايب، جاهل ولا متعلم. ممكن نشبه عاطف بأنصاف المتعلمين، الشخص اللامبالي اللي تلاقيه رايح مع الرايح وجاي مع الجاي، أو من الآخر اللي وجوده زي قلته، واللي في المستقبل مش هيقدم أي حاجة للمجتمع لأنه أصلا ما قدمش أي حاجة لنفسه. وبصراحة أحمد حلمي جسد الدور بعبقرية وقدر يوصل لك الإحساس ده فعلا. بعد ما تعرفنا على شريحة الطلبة نيجي بقى لشريحة المسؤولين، وأول شخصية هي شخصية الناظر عاشور، الناظر العنيف النمطي اللي كلنا شفناه في مدارسنا، اللي فاهم إن التربية لازم تكون أهم من التعليم. وده مفهوم خاطئ جدا منتشر في مجتمعاتنا، وللأسف في أجيال كاملة اتربت عليه. وهنا كان ناقوس خطر بيدق الفيلم عن فكرة العنف في المدارس، وإن الموضوع ده هيأثر بالسلب على نفسية الطالب، وده اللي هنشوف نتائجه من خلال أحداث الفيلم. وحتى في بيته الناظر عاشور كان بيتعامل مع ابنه صلاح بنفس المنهج، وطبعا مش محتاج أقول لكم إن ده الفكر السائد في بيوتنا، وطبعا بعيد كل البعد عن مفهوم التربية الإيجابية.
لو جينا بقى لشخصية أستاذ جميل وكيل المدرسة، فده اللي بيمثل الفساد اللي موجود في المنظومة وبيتغذى عليها. والتيار ده هتلاقيه بيقاوم أي تغيير أو أي محاولة إصلاح، لأنك كده هتهدله كل اللي بيبنيه. علشان كده هتلاقيه بيحاربك بكل قوة لو بس فكرت إنك تغير أي شيء. وهنا طبعا عمنا حسن حسني لعب الدور على أكمل وجه. وزي ما قلت قبل كده، حسن حسني هو ميزان العمل، حبة الملح اللي بتظبط لك أي طبخة. وعلى النقيض تماما بنلاقي أستاذ حسين، وده اللي بيمثل التيار الإصلاحي وصوت العقل والضمير، اللي دايما بينبه المنظومة إن في حاجة غلط. وبنشوف أستاذ حسين طول الأحداث بيحارب الفساد، وبينبه صلاح دايما إن العلم هو السلاح اللي هيقضي على الفساد، مش أي حاجة تاني. عندنا بقى شريحة المدرسين، ودول بيمثلوا الطبقة المغلوبة على أمرها في المجتمع، اللي عايزة تاكل عيش من الآخر. لدرجة إن أستاذ زكريا الدرديري كان بيشتغل مدرس رياضات وفرنساوي عقبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي، في إسقاط واضح إن مفيش حد في البلد بيشتغل بالشهادة بتاعته، اللي هو سد خانة ومشي حالك وخلاص. علشان كده وقت الجد هتلاقي اللي زي الأستاذ زكريا بيرفعوا إيديهم ويخلعوا، زي ما صلاح كده اتفاجئ بيه قاعد بره وسايب الفصل بيولع جوه. والفيلم برضه حاول يسلط الضوء على طبقة المدرسين، ويلفت نظرك إن دول أولى شريحة بالاهتمام. لما تلاقي الممثل أو المطرب أو لعيب الكورة بياخد ملايين، والمدرس اللي بيساهم في تربية وتعليم أجيال للمستقبل ياخد له 3-4 آلاف في الشهر، يبقى مستني إيه من المدرسين؟ نيجي بقى لوكيل الوزارة، وده بقى اللي بيمثل قمة الهرم في المنظومة، واللي غالبا بيكون عارف إن في خلل أو قصور بس بيمشي الدنيا يعني. لو عايز تعرف ملخص لتركيبة الشخصية دي، اسمع الجملة دي. الله، وبعدين هو مش معاه الثانويه العامه يا اخي؟ وهنا نستنتج إن طريقة إدارة المنظومة أصلا فيها خلل من فوق، وطالما الخلل من فوق فلازما ولا بد وحتما إنه يسمع تحت. وعلشان كل العوامل دي أنت حبيت الفيلم، لأنه بيمس الواقع بشكل كبير. شريف عرفة وأحمد عبد الله قدروا يقدموا لك المجتمع بكل فئاته من خلال مدرسة عاشور، وطرحوا سؤال مهم: هما مش الطلاب اللي بيتخرجوا دول هما اللي هيكونوا قادة وأعمدة المجتمع فيما بعد؟ فلما تخرج طلبة زي صلاح واللمبي وعاطف، فأنت بقى مستني المجتمع يبقى شكله عامل إزاي؟ من 25 سنة وصناع العمل لفتوا نظرنا إن في خلل في المنظومة التعليمية، من مسؤولين ومدرسين ومناهج وطرق تربية وطرق إدارة، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. علشان كده صناع العمل ادولك الحل في مشهد بسيط جدا. يوم ما صلاح قال للطلبة في الطابور، الأسلاك اتشالت وباب المدرسة مفتوح، اللي عايز يتعلم يتعلم واللي عايز يمشي يتفضل. هو هنا مش قصده يحرض الطلاب على الهروب من المدرسة، إنما بيوصلك فكرة إنك عمرك ما تطلع جيل سوي يصلح لقيادة المجتمع فيما بعد إلا لو حببته في التعليم والثقافة، إلا لو خليته هو اللي حابب يتعلم، مش بيروح المدرسة مجبر أو مغصوب علشان خايف من العصاية أو أعمال السنة. علشان كده افتتاحية الفيلم كانت عظيمة جدا. هنا بيوصلك إن أهم سلاح في مواجهة الغزاة والمحتلين على مر العصور هو سلاح العلم. المحتل دايما بيتغذى على جهل الشعوب، علشان كده لو لقي البلد مليانة بالجهل بيقدر يسيطر عليها بسهولة، ولو لقي فيها بصيص من الأمل بيقتله ويطمسه على طول، علشان يربي الأجيال اللي جاية على الجهل وبالتالي تبقى تحت سطوته للأبد. الحل ده اتلخص في مشهد بسيط جدا وعبقري، لما الأستاذ حسين أخد صلاح وقال له تعالى أوري لك الكنز بتاع أجدادك. فصلاح بيفرح جدا، لكن لما بيروح معاه بيتصدم، لأنه بيلاقي الكنز ده عبارة عن أوضة مليانة كتب. فبيقول له الجملة دي: انا ما بكرهش حاجه في حياتي قد الكتب. جملة بتلخص حال مجتمعاتنا وشعوبنا، اللي القراية والكتب بالنسبة لهم تحسها بقت أداة من أدوات التعذيب. الفيلم بقى حاول يعالج القصور دي بس في إطار كوميدي، وحاول ينبه إن المنظومة كلها محتاجة تتفور وتتبني من أول وجديد. حد دلوقتي يقول لي أنت اتكلمت عن كل الشخصيات ما عدا شخصية جواهر. الحقيقة أنا كنت قاصد كده فعلا إن أسيب الشخصية دي للآخر. شخصية جواهر كانت مدرسة تانية جوه الفيلم، وزي ما عمنا حافظ إبراهيم بيقولك: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لو كانت مدرسة عاشور بتمثل المنهج التقليدي في التعليم، فجوه الفيلم بنشوف وجه تاني لمدرسة تانية، وهي جواهر، اللي عارفة إن ابنها عمره ما هيجي بالقسوة والعنف والتسلط. وده بان جدا لما قالت لصلاح: خلاص اللي حبسك مات، اطلع وشم هوا وتعرف على أصحاب جداد، اتحرر من قيودك المفروض عليك. وسابت له البيت وسافرت. هي عارفة إن دي بداية طريق الإصلاح، إننا ندي سبيس للشخص إنه يستنشق قليل من الحرية. إحنا في كلياتنا ومدارسنا بنقعد نثقل الطلاب بحصص ومحاضرات وواجبات وامتحانات، فاكرين إن الطالب ده آلة بيشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة، مع إنك قبل كل ده لازم تحببه في العلم منذ المهد. لازم تعرفه إن العلم ده هو اللي بيبني الأمم وبيخلي الشخص ليه قيمة في المجتمع. ده اللي حاولت جواهر تعمله مع صلاح طول أحداث الفيلم، إنها تقاوم ابنها بس من غير عنف، تخليه يحب الحاجات اللي بيعملها من غير ما تغصبه. وفعلا صلاح بينجح في الآخر إنه يتخطى كل العقبات، وأولهم فشله وجهله، ويكون ناظر كما قال الكتاب. وده ببساطة لأنه بص لسلبياته وعالجها، وأولها إنه قرر يمتحن الثانوية ويكمل تعليمه ويبقى شخص ناجح وفعال في المجتمع. وبس يا سيدي، ده كان تحليل سريع للفيلم، أتمنى إنه يعجبك.
طبعا احنا ما خضناش في تحليل اداء الشخصيات او الاخراج او الموسيقى التصويريه وباقي عناصر العمل، وازاي علاء ولي الدين ابدع في تقديم 3 شخصيات مالهمش اي علاقه ببعض، او اول ظهور لشخصيه الليمبي اللي هيتعمل لها عالم مستقل في المستقبل، ولا شخصيه عاطف اللي اصبحت رمز للامبالاه في عصرنا. بس ممكن نعمل ده في حلقه تانية ان شاء الله. وفي الاخر لو عجبك المحتوى ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب للقناه، وتدوس على زر الجرس وتكتب لي رايك تحت في الكومنتس. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.